الموضوعات اللي بنتسأل عنها كتير قوي من المرضى اللي بيجوا لنا العياده او على منصاتنا على السوشيال ميديا هو موضوع سلس البراز. سلس البراز باختصار هو عدم قدره الشخص على التحكم في الاخراج سواء كان كليا او جزئيا. اسباب سلس البراز كتير قوي، من ضمنها العمليات الجراحيه، ان المريض خضع لعمليه جراحيه سابقه في منطقه الشرج ادت الى قطع في عضلات الشرج فبالتالي حصل السلس. ممكن تبقى الاسباب نفسيه، ممكن تبقى مشاكل في الاعصاب المغذيه لعضلات الشرج، ممكن تبقى عيوب خلقيه، المريض مولود بمشكله في عضلات الشرج. علاج سلس البراز بيختلف على حسب سبب المشكله. لو كان سبب عمليه سابقه في الشرج ادت الى قطع في عضلات الشرج ممكن نعالج سلس البراز باكتر من طريقه، سواء عمليه جراحيه، زراعه عضله، زراعه صمام ذكي او سفين كيبر. لو كان السبب نفسي او سبب في الاعصاب المغذيه لعضلات الشرج او عيوب خلقيه العلاج بيختلف. العلاج بيتراوح ما بين تدخل او علاج طبيعي او علاج دوائي. لو عندك لا قدر الله مشكله في عمليه الاخراج ما بتقدرش تتحكم في الاخراج يبقى عندك سلس براز، لازم تكشف فورا. الكشف بيتم باستخدام السونار الشرجي، بنعمل فحص باستخدام جهاز المانومتري لتحديد سبب المشكله. دمتم بصحه وعافيه. انا دكتور سامي عبد الستار من عيادات ريليف كلينيك. لو عندكم اي سؤال يخص موضوع سلس البراز اكتبوا لي في الكومنتات وانا هجاوب عليكم.